لا، ده مش فيديو تخليل سردين، ده فيديو تخليل مربى، زبدة، كهرمان، يعني الفصيل ده. تقدروا تقولوا كده انكم فعلا هتفضلوا تاكلوا منه لحد ما تخلصوا 15 20 رغيف كده ولا حاجة ماكسيمم. وانا لو قلت لكم ان هو احلى من الفسيخ هتصدقوا، ان شاء الله هتصدقوا. بس اللي اقدر اقوله لكم النهارده ان لو انتوا حتى عارفين الوصفه بتتعمل ازاي، كملوا معايا الفيديو للاخر لمتعه المشاهده بس مش اكتر. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومع بعض كده واحده واحده، والعشاق بقى المخللات دي يتجمعوا كده معايا ونشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كده فضلة خيركم شويه سردين عجب، نزلت الصبح بدري الصبح عشان اعرف انقي كده براحتي ويكون بقى كده طازه ولسه فريش. جبت كده شويه سردين زي ما انتم شفتوا كده بيتكلم، حاجه كده محترمه، بيلمع، طازه، زي ما انتم شايفين كده حبه سردين بلدي حلوين. بعمل ايه انا السردين بقى ليه طريقه كده في الغسيل علشان خاطر ما يتهرش منكم، لان هي سمكه حساسه قوي. فانا لو حطيتها في الحوض وسيبت عليها الحنفيه، الميه، شده الميه هتخلي السردين يتهري. فانا مش عايزه كده، انا بعمل ايه، انا حساسه جدا معاه وبتعامل معاه بمنتهى الحنيه. جبت كده طبق فيه ميه من الحنفيه عادي خالص، وابتديت ان انا اسقط كده في السردين وبايدي كده بالراحه وبطلعه. بعد ما بغسله كله تماما بالشكل ده، طبعا لو الميه اتبهدلت بغيرها، بحط ميه نظيفه. بعد كده بجيب حاجه واسعه فرش عليها مناديل، وبعدين بنشفه عليها. بكون محضره مروحه بقى جنبي في المطبخ كده او اي مكان، واقوم مسلطه عليه المروحه لمده ساعه ساعتين لحد ما ينشف معايا تماما. في الوقت ده تعالوا نحضر مع بعض الخلطه بتاعته. معايا انا الكميه بتاعتي النهارده بتاعت السردين كيلو سردين. كيلو السردين هياخد معايا 4 معالق ملح، واسمعي مني واوعي تزودي الملح عن كده او تقللي عن كده. انا مديكي مقدار ومقادير، بصوا، يعني فوق 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 المظبوطه. حطيت 4 معالق ملح على الكيلو سردين، مع معلقه كبيره من البابريكا ونص معلقه من الشطه. وعلى فكره البابريكا والشطه اختياري، يعني ممكن نستخدم الملح فقط، بس انا بحطهم عشان بيدولي لون حلو قوي للسردين. وخلاص الخلطه بتاعتي جهزت، سبتها على جنب، وكان السردين بتاعي نشف تماما. تعالوا بقى نشوفه. بصوا السردينه ناشفه ازاي، ايدي اهي مفيهاش اي ميه، ناشفه تماما. كل لما السردين ينشف معاكي، كل لما انت هتضمني ان انت بتخليه بطريقه صح، مفيش اي ريحه زفاره فيه نهائي. لو السردين اتخلل وهو مبلول، ده يديكي ريحه زفاره مش حلوه ومش لطيفه للمخللات بتاعتك. وفي ناس كمان على فكره بتخلله من غير غسيل، بس انا طبعا مش هفضل ده، لان بيبقى فيه طبعا حاجات بكتيريا وحاجات زي كده، فاحنا في غنى عنها، احنا بنشوف بس شطفه حلوه كده وبعد كده نبتدي. جبت العلبه بتاعتي، حطيت عليها طبقة كده من الملح مع شوية شطة مجففة اللي هي بتبقى عند العطار، قرون شطة مجففة. وابتديت ان انا ارص السردين راس جنب ديل راس جنب ديل، خلف خلاف بالشكل ده. احط كمان طبقة من الملح، وهبتدي ان انا احط كمان نفس الطبقة، بس هحاول ان انا اعكس الايه السردين بتاعي، برضو راس جنب ديل. طبعا نقدر نخلل في اي حاجة غير العلب، يعني ممكن نحط في كيس، فبرضه نحط الكيس جوه برطمان، قدامكم اختيارات كتير، ولكن انا بحب اعمل في العلب بحيث التخليل بتاعها بيكون اصح. تكون علب واسعه كده، تكون التخليل بيكون اصح حاجه. وكمان يعني هي العلب دي استخدام مره واحده، بخلص ومرميها على طول. حطيت كميه الملح الباقيه كلها على الوش بعد ما رصيت السردين بتاعي بالشكل ده، وحطيت برضو شويه شطه مجففه عليهم. وبعد كده هقوم مزوده شويه زيت على الوش علشان خاطر يعني يلمعهولي كده ويجمرهولي. بس قبل الزيت حطيت شرايح ليمون. شرايح الليمون ايه فايدتها؟ هل يا شيماء هتدي مراره؟ هي ما بتديش مراره خالص يا جماعه. انا بحط شرايح الليمون عشان تمتص لي اي روايح مش حلوه وتديني ريحه منعشه للسردين بتاعي. ما بتديش اي مراره نهائي، وانا ولا بعصر ليمون ولا اي حاجه، انا مقطعه شرايح وحطاه بس كده عشان خاطر هو هيمنع لي اي ريحه طالعه، وهو اصلا مش هيطلع ريحه بقى، لكن انا بعمل كل احتياطاتي. حبه الزيت عليهم، وهبتدي ان انا اغطي العلبه بتاعتي، وهحكمها بقى هنا كويس جدا جدا جدا. وهغطيها ببلاستيك راب، لان انا في وقت التخليل انا بكل شويه بقلب العلبه يمين وشمال يمين وشمال، علشان اضمن ان كل مكان اتخلل كويس، او كل واحده سردينيه اتخللت كويس. ببلاستيك راب كده هحكم العلبه كويس جدا جدا جدا، وهسيبها لمده قد ايه بقى. وهنا بقى للنقطه الحاسمه.
انا عامله السردين دوت يوم السبت المغرب، ماشي. فتحت عليه يوم الاثنين المغرب. ايه شيماء، لحق استوى؟ والله العظيم احلى مره عملت فيها سردين في حياتي، لان انا عملت المده اللي هو 3 ايام، من يوم السبت ليوم الاثنين، يعني السبت بقيت السبت والحد والاثنين، يعني حوالي 3 ايام او يومين ونص. والله العظيم والله العظيم هي دي الطريقه الصح يا جماعه. لو طولتوا عليه اكتر من كده اللي بيحصل ان هو بيقدد وبينشف وبيحدق. اسمعوا مني وخدوا مني بقى خبره، لان انا بعمله كتير جدا اوف كاميرا، يعني مش بصور طول الوقت، ولكن اظبط طريقه هي اللي انا بقول لكم عليها. انا جايبه المقاس الوسط في السردين، في سردين حجمه اكبر من كده ممكن تقعدوا 4 ايام، ده المقاس الوسط يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده. فتحت عليه، الصوره بتتحدث، الصوره بتتكلم. بصوا يا جماعه، بصوا عامل ازاي، حد فظيع مظبوط جدا جدا جدا. يعني لو قلت لكم جدا بقى لحد ما الفيديو يخلص مش يعني صدقوني الحدق بتاعه ونعوميته وزبدته وكل حاجه فيه على الشعره. يعني بجد مش هتندموا للمعلومات اللي انا بقول لكم عليها دي. من يوم السبت فتحت عليه الاثنين، يعني على طول فتحت عليه. شايفين يا جماعه لونه؟ بصوا بقى وانا بقطع، طري عامل زي الزبده، حاجه كده مربى. طعمه والله العظيم انا لو عليا كنت كلت كل الكيلو ده لوحدي كده حف وانا واقفه، بس طبعا في جيش ورايا. تحفه، جربوه بجد، جربوا طريقتي فيه هيعجبكم جدا جدا جدا. ما تحطوش ملح اكتر من كده، ما تخلوهوش في التخليل اكتر من كده. لو سردين اصغر من كده هو كفايه عليه يومين. يعني خدوا بالكم من المعلومات اللي بقولها لكم. تعالوا بقى هنا بقى لازم انضف كل الكميه، ما سيبش ولا واحده مش متنضفه، كله هفتحه وهقول لكم تتعاملوا معاه ازاي. كله لازم ينضف. هنضف كل الكميه وهرجع لكم دلوقتي. هو تنظيفه سهل لان هي قلبها زي الفل قشطه، مفيهاش اي حاجه. عملت كده كميه للي احنا هناكلها، كميه الباقيه جبت برطمان ازاز صغير، طبعا كله مفتحاه ومنضفاه. هعبي البرطمان بتاعي وبعدين هغطيه بشويه زيت، وهقوم مغطيه البرطمان ده باحكام، وهدخله جوه التلاجة. يقعد قد ايه في التلاجة؟ يقعد اسبوعين. طيب احنا عايزينه يقعد مدة اطول من كده، عبي في برطمان او علبة بلاستيك ودخليه وغطيه برضو بالزيت ودخليه الفريزر، طلعيه يفك واسحبي منه براحتك. تمام. تعالوا بقى نفتح ونشوف. ركزوا بقى في الحتة الجاية دي. انا بقى هنا هختم معاكم الفيديو وانتوا استمتعوا بالمنظر. بصوا يا جماعة حاجة كده رهيبة رهيبة رهيبة. ده الفيديو النهاردة، يعني اتمنى هو يكون عجب حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم. اشوفكم على خير باذن الله. اتوحشوني وشكرا لكم، مع الف سلامة.